لو محتارة ومش عارفة تعملي غدا ايه، تعالى نقولك نعمل غدا جميل وطعمه تحفة وكل اللي في البيت هيحبوه. يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنجيب صدر فرخة ونقطعه شرايح رفيعة ونغسله كويس جدا، دقيق وملح وليمون، وننقعه شوية وبعدين نغسله ونصفيه، ونضرب بصلاية كبيرة قوي في الكبة، ملح وفلفل أسمر وشوية صغيرين من الحبهان المفروم وكاري، ونقلب كويس جدا ونحطهم على جنب. ونسلق بقى كيس مكرونة نص كيلو، زي ما تحبي، حبة اكتر حطي، حبة اقل مش مشكلة. سلقنا المكرونة بتاعتنا، وهنحط الفراخ بتاعتنا في الزيت وهي سخنة قوي، نحطها بقى على العين التانية ونعمل مع بعض الصوص الابيض بسرعة. لو اول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. هنحط معلقتين زيت كبار، واحدة معلقة كبيرة من الزبدة، معلقتين اتنين بس دقيق، مش هنحط بقى كمية البشاميل زي ما بنعمل في العادي 4 معالق و4 معالق، لا هنحط اتنين بس، معلقتين اتنين دقيق. ونقلب كويس جدا لحد ما تحس انه بدأ يتحمص. نحط لتر لبن او كيلو لبن، يعني زي ما تحبي، هو اللتر هو الكيلو، هما الاتنين زي بعض. ممكن يكون اللتر قليل شوية 900 جرام، بس هما يعني ايه بيعادلوا بعض. هنحط كيلو لبن وبعدين نحط فلفل اسمر، ملح، بهارات خضار او مرقة دجاج لو عندك، معلقتين كبار جبنة فيتا او اي جبنة ناقصة ملح شوية يعني. ونقلب كويس جدا لحد ما يبدأ يتقل، بس ما يتقلش قوي، يعني ايه، مش قوي. وبعد كده الفراخ بتاعتنا اتشوحت ونشفت، هنحط عليها المكرونة ونقلب كويس جدا لحد ما كل الفراخ تبقى مع المكرونة ومع بعض. ممكن تاكلها كده وتحط عليها جبنة مبشورة، وممكن تحط عليها الصوص الابيض برضو وتاكلها كده من غير ما تحطها في الفرن. يعني لحد هنا كده هي كده ممكن خلاص ناكلها على كده بس انا بقى اكملها شوية واحطها في الفرن، واحط في شوية مكرونة بشاميل دول شوية جبنة موتزاريلا، واقلبهم كويس واغطي بيهم طبقة المكرونة. هي كده مستوية كل حاجة فيها اصلا، هي هتتحط تحت الشواية بس، يعني مش هولع تحت، هولع تحت الشواية بس. نظبط وشها كده كله، هنحط تحت الشواية على درجة عالية، واول ما تطلع نغطيها شوية، يعني ايه 5 دقايق بس عشان تعرفي تقطعي. انا عايزة اقول لكم ان هي بيبقى طعمها جميل جدا وجوسي وكل الحاجات داخلة في بعضها، وهتعجب كل اللي في البيت. هي مش مكرونة بشاميل اللي باللحمة بس، ولا نجرسكو يعني ايه هي صينية مكرونة بالفراخ بالصوص الابيض. انا عايزة اقول لكم ان هي طعمها جميل جدا وهتعجبكم كلكم. تعالوا ندوق مع بعض. الفراخ جوا مع الجبنة مع المكرونة، طعمها مش عايزة اقول لكم، بتبقى طعمها جميل جدا. واو. جربوها وقولي لي ايه رأيكم في التعليقات، لو بتعملوها كده او لها اسم معين قولولي.